لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده روتيننا بسيط خالص، هنستعد كده للمدرسه. كل سنه وانتم طيبين وكل ولادنا كده يا رب بخير. اول حاجه كده انا عملت لي فنجان قهوه كده اظبط بيه كده دماغي، علشان هنعمل النهارده روتين خفيف. هنحضر للولاد كده ادواتهم المدرسيه واللانش بوكس بتاعتهم هنطلعها بقى، والشنط، وبعد الكتب واليونيفورم بتاعهم. وبنوتي كانت طالبه كده ان انا اعمل لها سندوتشات توست، فانا هنعجن قالب توست كده خفيف معاكم برضو سريع ما خدش وقت. احنا كنا عاملينه قبل كده على القناه بكل تفاصيله، بس المره دي بقى هنعمله كده مع بعض كده في السريع. اول حاجه بجيب كده معايا كوبايه لبن على ميه، هي المفروض مليها الكوبايه اللي هي 200 مللي، بس انا حطيتها في الكبيره دي عشان هحط عليها معلقه خميره كبيره، وهحط عليها حوالي معلقتين سكر. التوست بياخد سكر اكتر من اي عجين تاني، علشان بيحب كده طعمه بيبقى مسكر شويه، وفي نفس الوقت بيديله لون حلو في التسويه. هبتدي اقلب الخميره بتاعتي كده واسيبها كده تتفاعل. انا هغطيها بكيس واحطها على جنب، وهجيب بقى البوله اللي انا هنعجن فيها، بس ناخد بقى شفطه كده. انا جبت كده الطبق اللي انا هعجن فيه، هحط فيه حوالي كوبايتين ونص دقيق، هبتدي انخلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المقدار ده على قد القالب اللي عندي، طبعا انت عايزه تعملي 2 عندك قالب اكبر شويه بتزودي المقدار. حط عليه رشه ملح، وهبتدي كده بقى ايه انخله. هجيب بقى الخميرة بتاعتي ما شاء الله عليها. انا كده هقلب الاول الدقيق مع الملح. بصوا الخميرة ما شاء الله تفاعلت عبال بس ما يدوب نخلت الدقيق. في ناس ممكن تزود معلقة بيكنج باودر او ذرة مثلا كربوناتو علشان تخلي الارتفاع اكتر، بس لا انا مش بحب كده، لان هي النتيجة معايا كده بتطلع حلوة. متهيألي لو اخد هوا اكتر من كده هيبقى مفرغ قوي ويفرول. هبتدي كده الم العجينة بالراحة. هنلم كده العجينة بالراحة، وهنشوف بقى اذا كنا هنحتاج دقيق هنحتاج سوائل حسب بقى ما احنا بنعجنها. انا هشيل بقى كده ايه الاسباتيولا، وهبتدي اعجن بايديا. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سهل قوي بسيط مفيهوش حاجة. انا زودت بس كده ايه نسمت شوية لبن كمان على مية. انا عايزه اقول لكم انا ما اشتريتش لاولادي السنه دي ولا شنط ولا يونيفورم، لان حاجتهم كانت بصراحه حالتها كويسه. هزود هنا كده ايه حوالي ايه مكعبين زبده، انا بس يا دوبك سيحتهم ما سخنتهمش، علشان بس يبقوا سهلين ان انا احطهم في العجينه بتاعتي. هسيبها بقى تخمر، وهبتدي بقى اوريكم. ده اليونيفورم بتاع زياد، كان قميص كده وبنطلون جينز، وجودي كان تيشيرت، وده بنطلون برضو زي الليجين كده، وده شربها وهي اشترت شوزة جديدة. لكن زياد مرضاش، يعني كانت جزمته كويسة. يعني علموا ولادكم القناعة، مش ان هو بس مجرد ان عشان حاجة مثلا زميلنا بيشتري لازم نشتري. حتى الشنط زي ما انتي شايفة
انا دي عندهم من السنه اللي فاتت وما شاء الله والله بحالتها. انا مش عايزه اقولك انا ما بعتهاش اتخيطت، هي بس كانت عندها كام جرار كده باظوا، عملتهم عند الراجل عادي خالص، ما اخدوش حاجه وما شاء الله خامتهم نظيفه. فعلا الحاجه الغاليه تمنها فيها، يعني ما بتجيبي حاجه بتعيش معاكي. ودي المقلمه جايه مع الشنطه، والاولاني ده كان زي اللي هو حافظه اللانش بوكس، بس هي برضو مش بتستعمل. ودي شويه كراسات كده باباهم جايبها لهم، ربنا يا رب يرزقه كده يا رب دايما. ومجموعه اقلام. دي الحاجات الضرورية، احنا ما اشتريناش حاجة يعني ايه زيادة، لان المدرسة بقى حسب ما تطلب. بنوتي بتحب تزين كده الدفاتر بتاعتها، فقعدت بقى كل مادة كده عملت لها تزيين كده بسيط، وكتبت اسم المادة واسمها لو حابين، بس عشان ولادكم يحبوا يعملوا كده، عارفين بقى البنانيت بقى وتحب كده تبقى حاجتها حلوة. كل مادة كده عملت لها غلاف. الأقلام كده اللي هي بيبقى فيها الجليتر دي بنوتي بتحب تزين بيها، ده الستيك اللي بيلزقوا بيه، ماركر، كوريكتور، يعني حاجات بسيطة، ما جبناش حاجة بقى زيادة علشان خاطر اما نشوف لسه المدرسة هتحتاج ايه. ودي اللانش بوكسات، جبت لهم الازازتين دولت، ان كانت بنوتي ضيعت بتاعتها السنة اللي فاتت، فحبيت كده ابسطهم يعني بحاجة بسيطة برضو مش غالية. ودي لانش بوكسات هي بحالتها، فانا ما اشتريت لهمش غيرها بصراحة، لان مش العبرة بان انا اشتري حاجة غالية او كلام من ده، طالما الحاجة بتأدي الغرض خلاص ايه المشكلة. حتى بنوتي عاملة تيكت كده عليها وكاتبة اسمها، لان الصورة اللي كانت عليه اتخلعت، فهي حاولت كده تظبطه وهي بمزاجها. العجينة بتاعتي ما شاء الله اختمرت وبقت تمام. انا بس هدهن ايدي كده دهنة زبدة عشان العجينة بتلزق فيها. هبتدي ألمها مع بعضها واحطها في القالب. هدهن كده القالب بتاعي دهنة زبدة عشان ما يلزقش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحاول كده افرد العجينة على قد القالب. هبتدي ألمها كده، اما برولها كده وهضغط عليها عشان مش عايزة يبقى فيها فراغات كتير. هبتدي اقفلها كويس واحطها كده في القالب بتاعي، اسكنها بقى فيه كده وافردها فردة حلوة. هدهنها دهنة زبدة واسيبها تخمر تاني. هسويه بقى على درجة حرارة متوسطة ان شاء الله. اول ما يطلع بدهنه دهنة زبدة واغطيه بقى تاني علشان خاطر ايه ما ينشفش معايا ووشه يبقى طري. بس دهنة الزبدة دي بصراحة بتفرق فيه. انا هحط كيسة وبعدين هحط فوقيها الفوطة علشان الزبدة، وفي نفس الوقت كمان عشان تساعد ان هو يعرق كده ويبقى ما يحتاجش ان انا ارش عليه مية. يعني 5 دقايق كده او 10 دقايق وقلبته، كان لسه دافي ما شاء الله. بصوا ارتفاعه واللون بتاعه ما شاء الله. بصي انا هقربه لكم، اللون فوق زي تحت من كل الجهات نفس درجة اللون، لان النار متوسطة فالتسوية حلوة وهو مستوي من جوه مش ني. انا حاولت اقطعه وهو سخن، المفروض ان انتي تستني لما يبرد، بس انا بصراحة برضو ما عرفتش فاستنيت برضو، يعني قطعت القطعتين دول ورجعت تاني استنيت عليه لما برد شوية ورجعت قطعته تاني. بس هو بصي النار لسه طالعة منه حتى، بس قطني خالص وهش، وفي نفس الوقت درجة السوا بتاعته حلوة ومظبوطة. كيكة مش توست. انا هسيبه بقى يبرد زي ما قلتلك، وبعدين ايه بعد شوية هرجع لما يبرد اقطع. كده برد معايا، قطعت كده كام قطعة اتعشوا بيها، والباقي خليته بقى للسندوتشات الصبح. باباهم الله يكرمه لما جه كوالهم بقى اليونيفورم بتاعهم وعطره، هي عادة عنده متعود عليها واللي بيعملها ربنا يديله الصحة يا رب كده. حضر لهم كده حاجتهم وهعطرها
انا ماليش في المكوى خالص بصراحه، يعني مش بحبها. احنا كده تاني يوم الصبح اللانش بوكس بتاع جودي، زي ما قلت لكم جودي هي اللي هتروح الاول، لكن زياد بعديها بيوم. قطعت لها كده كام شريحه، بفردها كده بالنشابه شويه علشان اضغط الانسجه بتاعتها مع بعضها، علشان خاطر ما يفرفتش منها، لان زي ما قلت لك هو قطني خالص وهش. انا هعمل لها كده واحد بالجبنه البيضه، بحط كده طبقتين في بعض واقطعه لها زي المثلث علشان خاطر تبقى ايه تعرف تمسكه وتاكل بيه. وعملت واحد رومي برضو هقطعه كده بالنص. الاخير بقى هعمل هو نص واحد بس، هعمله شوكولاتة، وحطيت لها كده معاه موزاية لفتها بمنديل ورق، وحضرت لها المية بتاعتها. هي ما شاء الله لبست وسرحت وجايزت نفسها، خدت حاجة تحتها في شنطتها. كانت واقفة في البلكونة مستنية واحدة زميلتها. بصوا الجو كان لسه ايه، تحسي ان احنا دخلت الشتا، كان النهار لسه ما شقشقش. كل سنة وانتم طيبين. جو الخريف ده بيبقى جميل، من اجمل فصول السنة اللي انا بحبها بصراحة. هي بقى سرحت عاملة التوكة الجديدة بتقولي صوريها. يلا في رعاية الله وحفظه، استودعوا ولادكم بدعاء جميل.